يلا حي ابراهيم. الله يبقيك. يا هلا والله وسهلا. الله يحييك. في قصة عجيبة سمعتها من قبل شوي، ما ادري. احنا نسولف عن الغرائب في الرحلات. اي نعم. في رحلات الطيران، فانا اقول لك يوم من الايام اقلعت من اليابان متجه الى بولينيزيا الفرنسيه، وتحديدا جزيره اسمها بورا بورا. كنا اقلعنا يوم الجمعه بعد ما جمعنا جمع تقديم مغرب وعشاء في المطار، واقلعنا. وصلنا بورا بورا فجر يوم الجمعه، يعني عدينا الخط الزمني هذا فرجع يوم كامل. فقالوا انت فجر الجمعه الحين، فتبي يرجع عليك كل اللي سويته يوم الجمعه مره ثانيه. عاد هنا راي اهل العلم فيها اكيد هم افهم وابخص. هذه تعتبر نازله ابو ابراهيم، يعني ما كان موجود التوقيت الزمني قبل ايام السلف. هذه والله عاد تحتاج يعني مجمع فقهي يفتي فيها والكذا. انا عموما صليت مرة. انا صليت عجيب. بناء على فتوى ولا؟ والله شوف، انه يطلع علي نهار كامل وانا اتفرج، اقول انا مصلي الجمعه ما جيت. ما صليت الجمعه، انا صليت الظهر. لكن ما قاعد يطلع نهار كامل وتغرب شمس مره ثانيه وانا اتفرج اقول والله انا مصلي. مؤمنا انه خط زمني جديد وهمي. حديث هو وهمي مو بحقيقي. فكيف اني قاعد اتفرج يطلع علي نهار كامل وتغيب شمس وانا اقول لا والله هذا الجمعه انا خلاص اني صليت. كلام منطقي. فما اعرف عاد فتوى ان كانوا طال عمرك من جهل منا الله يسامحنا. وكان يصحح. اللهم امين. الله يسعدك ابو ابراهيم.